بسم الله الرحمن الرحيم. أول فيديوهاتنا من سلسلة فيديوهات أمن المعلومات. هنتكلم النهاردة عن الراوتر المنزلي. تأمين الراوتر المنزلي، حضرتك عندك في البيت راوتر أو في شغلك راوتر، سواء فايبر أو الراوتر العادي لو انت لسه مدخلش عندك الفايبر. طيب هنأمن الراوتر ده ازاي من الاختراق؟ هوضح لحضرتك. أول حاجة صفحة الراوتر. لو حضرتك جربت قبل كده وكلمت خدمة العملاء وخدمة العملاء قالت لك ان انت لازم تدخل على صفحة الراوتر بتاعتك عشان تعمل configuration للراوتر او تعمل تسطيب للراوتر او اللي هو تظبط اعدادات الراوتر الداخلية، فهتبقى عارف ايه هي صفحة الراوتر. صفحة الراوتر دي صفحة عادية جدا بتدخلها من الموبايل او من الكمبيوتر، من اي متصفح على اللابتوب او الموبايل. بتكتب الاي بي بتاع الراوتر، حضرتك هتلاقيه مكتوب في ظهر الراوتر. وطبعا الكلام ده حضرتك هتستعين بيه من شركة النت اللي انت مشترك معاها. يعني يوم ما تحب تعمل حاجة في الراوتر، في الكونفيجريشن بتاع الراوتر، او يكون في مشكلة، هتكلم شركة النت. انت من حقك ان حضرتك الموظف اللي شغال يوضح لك ازاي تدخل على صفحة الراوتر بتاعتك ويقول لك الخطوات. بس انا مش جاي اكلمك النهارده عن خطوات الدخول على صفحة الراوتر، انا جاي اكلم حضرتك ازاي تأمن الراوتر بتاعك. طيب نعمل ايه؟ لو حضرتك عارف الطريقة، هتدخل على صفحة الراوتر. اول حاجة هتعملها هتغير اليوزر نيم والباسورد، اسم المستخدم وكلمة السر بتاعة صفحة الراوتر اللي بتدخلنا على الراوتر اصلا عشان نتحكم في الوظائف بتاعته. دي اول حاجة. لو مش عارف، حضرتك هتكلم خدمة العملاء وهيمشوا معاك خطوات تفصيلية لغاية ما تغير كلمة السر اللي بتقدر تدخل بيها على الراوتر. صفحة الراوتر في فرق ما بين كلمة السر بتاعة الخدمة، اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة، خدمة الانترنت الفعلية اللي جاية لك على الراوتر. وفي فرق ما بين اليوزر نيم والباسورد، كلمة السر واسم المستخدم بتوع صفحة الراوتر. طيب اول حاجه لازم نغير اي راوتر بيكون كلمه السر واليوزر نيم او اسم المستخدم وكلمه السر بتاعته بتكون مكتوبه في ظهره بتاعت صفحه الراوتر. بيكتبوا في ظهر الراوتر الاي بي بتاع الدخول على صفحه الراوتر عشان نتحكم في الاوبشن، في الامكانيات والاعدادات بتاعت الراوتر. فدي هنغيرها، لازم نغيرها ويبقى في اجندة كده صغيرة مكتوب فيها الحاجات المهمة دي عشان احنا بننسى يعني. مشاغل الحياة بتخلينا ننسى، فعشان ما نضطرش نكلم الشركة تاني او نروح الفرع. طيب حضرتك لو مش عارف تدخل من الموبايل او مش عارف تدخل من اللاب، انت ممكن تاخد اللاب، ممكن تاخد الراوتر معاك الفرع سنترال او الفرع ايا كان يعني، وتقول لهم انا عايز اغير كلمة السر واسم المستخدم بتاع صفحة الراوتر. دي اول حاجة هنغيرها مع بعض، وتشوف انت هتكتب ايه بالظبط وتكتبه عندك. طيب يبقى انت كده حميت نفسك ان محدش يقدر يدخل على الراوتر يغير اعدادات الراوتر. ما هو ممكن حد يخترق الواي فاي، لكن عن طريق الواي فاي ده يجي يدخل على صفحة الراوتر عشان يغير اعداداته ما يعرفش. فالحزام بالامان بتاعك ان انت في الاول غيرت كلمة السر واسم المستخدم بتاع الصفحة اللي بتتحكم فيها من الراوتر أصلا. يعني صفحة التحكم غيرت اليوزر نيم والباسورد اللي بيبقى متعارف عليه مكتوب في ظهر الراوتر. طيب تاني حاجة المفروض نعملها، عايزين نغير الباسورد بتاعة الواي فاي واسم الواي فاي. لو انت جايب راوتر متأكتف طبيعي شغال متفعل، سواء فايبر او عادي، كلمة السر واسم الواي فاي بيبقى برضه مكتوبين في ظهر الراوتر. دي اللي بتطلع لك لما بتعمل كده بحث من الموبايل على الواي فاي، بتطلع لك مثلا اسم، مثلا ايه، الواي فاي اللي انت مسميه عندك في البيت. فغلط جدا ان احنا نسيب اسم الراوتر زي ما هو كده، عشان الباسوردات بتبقى كلها شبه بعض، غالبيتها بتبقى شبه بعض وبتبقى معروفة. فده بيسهل جدا ان الراوتر بتاعك يخترق. طيب نعمل ايه؟
لو حضرتك برضو عندك قدر كافي من العلم ان انت تقدر تدخل على المتصفح وتقدر تدخل على صفحة الراوتر وبرضو تتصل بالشركة اللي انت تابع ليها ومشترك معاها، موظف خدمة العملاء هيشرح لك ازاي تغير اسم الواي فاي بتاعك وكلمة السر، بحيث ان كلمة السر تكون معقدة شوية عشان مش اي حد يعرفها. ويا ريت برضو اسم الواي فاي ما يكونش واضح قوي، يكون اسم مبهم شوية عشان محدش يبقى عارف ان ده تابع لحضرتك. ده جزء برضو مهم. طيب دلوقتي لو انت اصلا حاسس ان انت الراوتر بتاعك فيه مشكلة وان حد بيدخل عليه وان انت استخدامك قليل والباقة بتخلص بتاعتك، طيب نحلها ازاي دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا هنغير الخطوتين اللي احنا هنعملهم، هنغير كلمة السر واسم المستخدم بتاع صفحة الراوتر، وهنغير اسم شبكة الواي فاي والباسورد بتاعها. دول خطوتين ثابتين معانا. طب هنزود عليهم ايه؟ هنزود عليهم خطوة الشبكة المخفية. يعني ايه؟ يعني سواء هتعرف انت تعمل الكلام ده عن طريق اللابتوب او الكمبيوتر او الموبايل، او هتاخد الراوتر الفرع، هتروح لموظف خدمة العملاء هناك تقول له لو سمحت انا عايز اخفي اسم الشبكة بتاعي، بحيث انت اللي تدور عليه. تدخل الواي فاي عندك على الموبايل وتبحث على اسم الشبكة، تكتبها زي مثلا هنقول اسم الشبكة مثلا علي، فتكتب علي يظهر وتدخل الباسورد، فالموبايل بتاعك يلقط الشبكة على طول. ده حل كويس جدا جدا جدا. ان الشبكة بتاعتك ما تبقاش معروفة، فكده استحالة حد يخترقها. طب في حل تاني، ممكن الحل التاني ده برضو كويس جدا. تحدد عدد الأجهزة اللي مسموح إن هي تدخل على الراوتر، بحيث إن أنت ممكن تحدد مثلا 4 5 أجهزة. لو أنت عندك تلفزيون ولابتوب وموبايل وكذا جهاز برضو موبايل، مثلا تحدد تقول 6 أجهزة 7 أجهزة 4 أجهزة. كده لو ال4 أجهزة دول دخلوا ما يقدرش جهاز خامس أو سادس يدخل على الراوتر إلا بإذنك، إلا لما أنت تدخل في صفحة الراوتر وتغير من الإعدادات. كده يبقى احنا قفلنا خالص قصة اختراق الراوتر، فالراوتر كده ما يبقاش مخترق، فكده الانترنت بتاعك يكون آمن جدا، فتقدر تستخدمه سواء لابتوب سواء على الشاشة السمارت سواء على الموبايل سواء على أيا كان أو الكمبيوتر حتى. فاحنا كده أمنا الراوتر بتاعنا. لو حضرتك مش فاهم قوي الكلام اللي أنا بقوله، ممكن تستعين بخدمة العملاء بتاعة الشركة اللي انت تابع ليها. يعني انا مش بتكلم ان حضرتك سهل قوي، الطريقة سهل تعرفها، لكن المعلومة مش متوفرة لدى الجميع. يعني انا في جزء من حياتي كنت شغال تبع شركة موظف خدمة عملاء دعم فني، فانا عارف بقول لك ايه. انا مهندس اصلا، الحمد لله مهندس كمبيوتر، خريج كمبيوتر ساينس. فانا عارف ان مش كل الناس عارفة ان انت ممكن تخفي اسم الشبكة، ممكن تغير كلمة السر، طب ممكن تحدد عدد الاجهزة اللي تدخل على الراوتر. لا، مش الناس مش عارفة. فانت من حقك تتصل بخدمة العملاء ومن حقك تقول لهم عرفوني ازاي اغير كلمة السر، اغير اسم الشبكة، اخلي الشبكة مخفية، احدد عدد الاجهزة اللي تدخل. كل الكلام ده شيء مهم جدا. طب لو هندخل على واي فاي بره البيت، طبعا انا ما انصحش حد ان هو يدخل على الواي فاي بره البيت بتاتا، غير امن خالص، سواء في القهوة سواء في الكافيه سواء في الشغل، دي حاجة غير امنة بتاتا يعني. انا ما انصحش. ولو هتدخل على واي فاي بره البيت يبقى في حدود ضيقة جدا 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 جدا. طبعا احنا في الفيديوهات القادمة بإذن الله هنتكلم ازاي نأمن الموبايل وازاي نأمن حساب الفيسبوك وازاي نأمن حساب الواتساب ازاي نأمن الفيزا والفيزا المرتبات والانستا باي. بس انا يهمني اعرف لو الفيديو ده عجبكم ولو استفدتوا منه، ولو في اي اسئلة انا مستعد ان انا اجاوب عليها، ويهمني تشجيعكم. وشكرا لحضراتكم. ان شاء الله نتقابل في فيديو تاني بإذن الله قريبا. شكرا.